الجنيهات الورقية هل هي بتتباع وليها قيمة ولا لا؟ وفي تاريخ معين للجنيه الورقي زي الجنيه المعدني وهو 2005. هنعرف في الفيديو ده كل التفاصيل عن الجنيه المعدني او الورقي. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، اللي لسه مشتركش في القناة ينزل دلوقتي يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. ويلا نبدأ الفيديو بتاعنا كده سريعا بعد الانترو. ورجعنا لكم تاني ومعانا الجنيهات الورقية دي، واضح كده، ومعانا جنيهات معدنية. ده 2005، ده إصدار. في إصدار التاني 2005 برضو، إصدار بينجذب وإصدار لا ينجذب. قلنا قبل كده الجنيه اللي هو 2005 اللي بينجذب للمغناطيس ده سعره بيكون من 100 جنيه مصري لحد 200 جنيه مصري، لأن ده اللي فيه خطأ السك وده اللي بيكون مطلوب، اللي هو 2005 اللي بينجذب للمغناطيس. واضح كده. اهو ده اللي ما بينجذبش للمغناطيس وشكله واضح. طيب بالنسبة للجنيهات الورقية اللي بيكون مطلوب عندك، الجنيهات الورقية تقدر انك تشتغل عليهم بطريقتين. اول طريقة وهي الارقام المميزة للجنيهات الورقية، اللي هي الارقام اللي هنا دي. لو رقم مميز اللي هو يتقرأ من اليمين زي ما بيتقرأ من اليسار، ده بيكون رقم مميز وسعر العملة بيكون كويس جدا. اللي هو مثلا ممكن يعمل من 20 جنيه لحد 30 جنيه مصري لو الرقم مميز. طيب بالنسبة للطريقة التانية للجنيهات الورقية، الجنيهات الورقية برضو ليها تاريخ وهو 2005. ده برضو بيتباع وبيكون سعر الجنيه اللاست بتاعه بيكون 100 جنيه مصري حسب الحالة. يعني الجنيه اللي هو المعدني 2005 اللي هو بينجذب للمغناطيس اللاست بتاعه بيكون لحد 200 جنيه مصري، والجنيه الورقي اللي هو 2005 لاست بتاعه بيكون 100 جنيه مصري. الأرقام المميزة للجنيه الورقي بيكون لحد 30 جنيه مصري، واللي حابب ان هو يشتري الجنيهات اللي هي ارقام مميزة ده حد هاوي وبيكون حابب ان هو يحتفظ بالعملة. طيب طرق البيع لأي عملات عندك سواء كانت ورقية أو معدنية، عندك طريقتين. وهو أول طريقة وهي جروبات الفيسبوك للعملات القديمة في مصر. الطريقة التانية وهي تطبيق أوليكس. تطبيق أوليكس تقدر تبيع من خلاله أي عملات عندك. بتصور العملات اللي عندك وبتبدأ تعمل إعلان وتسيب رقم للتواصل بحيث إن أي حد يشوف الإعلان بتاعك هيتواصل معاك. حابب إنك تحط سعر للعملة مفيش أي مشكلة، حط السعر. مش حابب إنك تضيف سعر ويجيلك السعر كتقييمات، عادي خالص، خلي السعر يجيلك تقييمات. الطريقة التانية وهي جروبات الفيسبوك للعملات القديمة في مصر. تدخل برضو تصور العملات اللي عندك وتعمل إعلان وتسيب رقم للتواصل وتحط سعر أو ما تحطش سعر، عادي خالص. اللي استفاد من الفيديو ما ينساش يدعمنا بلايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.